السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. الاقتراح ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غنديروا دي غاليت أو بسكوي لشرب الشاي. يعني هاد لي غاليت هادو كيكونوا يعني ديال زمان مقدامين صراحة، يعني الوصفة اللي هي قديمة، ولكن دائما كنحتاجوهم. أنا شخصيا ما كيخطاونيش، يعني دائما كنحتاجوهم الفطور، كنحتاجوهم الوليدات يديهم معاهم في الكوتي، كنشريوهم بثمن غالي. علاش ما نصيبوهمش ونقتصدوا في المقادير، ونقتصدوا في يعني في الثمن ديالهم، ونديروا شي حاجه اللي هي منزليه ونحتفظوا بهم. كاين ممكن نحتفظوا بهم يعني مده طويله غير في بواطه، يعني كتكون مغلوقه مزيان، فكينفعونا بزاف وكنخرجوا كميه كثيره وغير ب يعني بدراهم قليله. يعني غيتقاموا علينا تقريبا ب6 دراهم، يعني ما فيهمش مقادير يعني مقادير كثيره، وكيجيو زوينين وكيجيو بنانين. فاللي مازال ما جربهم ينوض يجربهم، هذه هي الفرصه. فبسم الله على بركه الله. كنحتاجو 2 حبات ديال البيض، كنزيدو كاس لارب ديال سنيده او سكر حبيبات، كاس لارب ديال الزيت دائما بقياس كاس العنبه، واحد المعلقه ديال العسل. يعني هاد المعلقه العسل كتعطيهم واحد الطراوه صراحه زوينه، وكتعطيهم حتى اللون، كيجيو لنا داك اللون ديالهم ذهبي. فمن الاحسن الا كان متوفر لنا العسل نضيفوه، ما كانش حنا كنحتفظوا يعني غير بالوصفه الاصليه. كنديروا هنا منسم، انا استعملت النعطا، ممكن ديروا قشور ديال الحامض، ممكن ديروا واحد رشيشه ديال القرفه او الفاني، ممكن ديروا اي منسم بغيتو. هنا زدت واحد رشيشه ديال الملح باش كنصحوا بها الذوق صافي، وكنمزجوا العناصر كلها حتى كيذوب لينا هذاك السكر وهذاك العسل اللي درنا. فكما قلت لكم يعني بالنسبه للذوق دي او المذاق، يعني ديروا يعني النكهه اللي بغيتو. انا هنا كانت متوفره لي الناطا درتها، وكنديرهم حتى بالقرفه كيجيو زوينين. هنا غنزيد واحد نص كاس ديال الماء، يعني غير الماء عادي من الصنبور. بغيتو تضيفوا في عوض كاس ديال الماء ديروا، عفوا في عوض نص كاس ديال الماء ديروا نص كاس ديال الحليب، يعني ممكن ديروه. هنا غير باش نخليو الوصفه يعني تبقى اقتصاديه، داكشي باش درنا ليها نص كاس ديال الماء. هنا زدت 2 اكياس ديال الخميره، كميه يعني خميره الحلويات او البيكن باودر. هنا كنحتاج الدقيق الابيض يعني الناعم الخاص بالحلويات، عندي هنا 500 غرام، ولكن كتبقى على حسب الدقيق، يعني غنبقاو نزيدو بالتدريج حتى كيتجمع لينا الخليط ديالنا. انا هنا خدمته بالاول غير بملعقه خشبيه، عاد من بعد غادي يعني غنزول الملعقه وغنخدم بيدي باش نعرف يعني لا تكستور ديالو او بالقوام ديالو كيفاش داير. صافي كنبقى نخلط وكنجمع يعني الخليط، غير كنجمعو يعني الخليط ما كيتسدلكش، غير كيتجمع، وكنشوف واش مازال محتاجه الدقيق. كنزيد الكميه يعني اللي بقات ليا ديال الدقيق. يعني كما قلت لكم يعني الخليط الدقيق دائما على حسب النوعيه ديالو، كاين اللي غتاخذنا 400 غرام، كاين اللي غتاخذنا 500 غرام، كاين اللي غتزيد تاخذنا 500 غرام وشي حاجه، يعني على حسب نوعيه ديال الدقيق دائما. هنا من بعد ما يعني صافي خديت القوام اللي خصها تكون، ما تكونش قاصحه، خص تكون العجينه رطبه، يعني باش ما تشقق ليناش العجينه في الفرن. ها نتوما شفتوا القوام ديالها، يعني كتلصق باليدين، ما كتكونش قاصحه. صافي كنبقى نشكل يعني الكريات بالحجم اللي يعني الحجم اللي بغيتو، يعني غير هو دائما بقاو في نفس الحجم باش كيجيونا يعني مقادين. صافي هنا كنبدا كنشكل الكريات ديالي، يعني كما كتشوفوا العجينه راه كتكون رطبه مزيان، يعني كنبركو عليها غير بالكف ديالنا باش كتاخذ لنا داك الشكل يعني العادي المعتاد ديال لي غاليت. كنبركو عليها بهذا الشكل هذا.
صافي وكنحطوها في الصينيه اللي غتدخل الفرن. دائما كنستعنوا بشويه ديال الزيت كندهنوا بها يدينا، حيت كما قلت لكم العجينه فهي رطبه، فضروري كتلصق باليدين. فهاد لي غاليط صراحه كيتقاموا علينا اقتصاديين، ما كما قلت لكم يعني ما فيهمش مقادير، فيهم يعني غيتقاموا علينا بواحد 6 ديال الدراهم تقريبا، لان الا جينا حسبنا يعني 500 غرام ديال الدقيق وثلاثه وجوج بيضات، ف يعني ما فيهمش مقادير كثيره. والبقيه المقادير راه كتكون عندنا، يعني كتكون متوفره، يعني الزيت وسنيده يعني هادو راه كيكونوا تقريبا يعني متوفرين، تعوض ما نشريوهم يعني بثمن غالي وما كنعرفوش حتى الجوده ديالهم. فكنصيبوهم في الدار لوليداتنا، كيجيو صراحه زوينين، ما كياخذوناش بزاف د الوقت، 10 دقائق ها هما لي غاليط ديالنا واجدين. يعني لشرب الشاي صراحه في الصباح كيجيو صراحه زوينين. الناس اللي ما كتبغيش تفطر وكتبغي غير شي حاجه يعني دوزها مع قهوه ولا مع اتاي بسرعه، فهاد لي غاليط صراحه كينفعوا بزاف. ممكن نحتفظوا بهم حتى في لي بواط يكونوا يعني محكمين الغلق، فكيجلسوا معنا مده طويله. صافي هنا من بعد ما ساليت لي غاليط ديالي بهذا الشكل هذا كيعطيونا ما شاء الله يعني كميه كثيره. كندير هنايا واحد يعني غير واحد شويه ديال البيض، ماشي بيضه كامله، يعني غير نص بيضه تقريبا ولا 4 بيضه، ماشي بيضه كامله. ممكن ديروا الاصفر الا بغيتو ديروا الاصفر بوحدو، ممكن تمزجوا الاصفر والبيض كامل ماشي مشكل. كنزيدوهم واحد المعلقه ديال القهوه، لا عفوا ديال الكاكاو المر، ماشي القهوه، هنا الكاكاو المر اللي كيعطينا هاد اللون اللي كيكون ماغو مغلوق. هاد اللون اللي كيجي صراحه زوين، كيعطينا واحد الديكور، واحد الزين زوين. داكشي باش درنا يعني من الاحسن نديروا واحد شويه ديال الكاكاو المر. فإلا ما كانش غنديروا قهوه سريعه الذوبان، يعني غنديروا ديك الساشي ديال القهوه، غنديروه مع شي شويه ديال يعني حتى ندوبوه غير بشويه ديال الماء، ما ندوبوش بزاف، غير بواحد النسبه، واحد نص معلقه ديال الماء، وغنضيفوه مع الحليب مع البيض. فالا كان الكاكاو ما متوفرش، الا كان متوفر فحنا كنديروه فاش يعني كيجي واحد اللون اللي فيه زوين بزاف. هنا غنديروا التزيين، يعني كيبقى لكم تزيين اختياري. هنا غندير غير هاد الرشيمات هادو بالموس، كيعطينا هاد لي كارو كيجيو زوينين. ممكن ديروا الشكل بالفرشيط، يعني راه فايت خدمت معكم بحال هاد لي غاليط هادو، يعني الزين درت لهم بالفرشيط. هاد المره اختاريت ان ندير لهم هاد الزين بالموس، كيعطيهم صراحه واحد المنظر اللي هو زوين ومغاير، وفي نفس الوقت كيجي يعني منظر راقي وزوين. فاش كنحطوهم كنقدموهم هكذا يعني في الطبق، فكيجي المنظر ديالهم صراحه زوين. فهاد الاثناء كيكون عندنا الفران اللي كيكون سخون، كنشعلوا عليهم غير من التحت يعني حتى كيطيبوا، من بعد كنشعلوا عليهم من الفوق باش كيتحمروا، كياخذوا داك اللون اللي كيكون ذهبي. فهنا تقريبا كما كتشوفوا خرجت تقريبا 30 حبه، مقارنه بالكميه اللي استعملنا ديال المقادير. ف اقتصاديين لواحد الدرجه اللي صراحه زوينين، حتى الناس اللي بغاو يعتمدوهم كمشروع ديال البيع يعني يبيعوهم، راه زوين، يعني راه كيخرج صراحه، فيه الربح وفيه الفضل. يعني يبيعوهم الناس ديال المحلابات، يبيعوهم يعني عطا الله فين، غير الانسان غير خصو يتحرك وصافي، عطا الله يعني بزاف ديال. هنا من بعد ما خرجوا من الفرن هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم كي كيكون، يعني داك الديكور اللي درنا لهم بالموس كيجي زوين صراحه. يعني هذا هو اللون اللي خصكم تحصلوا عليه، ما يعني تردوا معهم البال باش يعطيونا هذا اللون اللي كيكون ذهبي وكيجي زوين. يعني يردوا معهم البال لان فيهم نسبه ديال السكر وفيهم العسل،
فدغيا يعني دغيا غيتحرقوا الا ما رديتولهمش البال. يعني هذا هو اللون اللي خصكم تحصلوا عليه. كما كتشوفوا راه ما كيلصقوا لا في طاوه لا والو، راه ما دايره لا بابي كويسون لا حتى شي حاجه. انا درتهم هنا حجم كبير، بغيتو ديروهم حجم اصغر ممكن ديروهم، يعني شو نتوما على حسب الشكل اللي بغيتو، وعلى حسب يعني انا بغيت نحتفظ بالشكل ديال لي غاليت يعني اللي كيتباعوا بحال هذا الشكل هذا. كيجيو طريين وزوينين ولذاذين صراحه. كما قلت لكم النكهه، ديروا النكهه اللي بغيتو، قشور الحامض، ديروا القرفه. كاين اللي كيزيد معاهم الزرارع، يعني شحال من وصفات انا شحال من مره زدت معاهم الزرارع، فلكم الاختيار. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم الاقتراح ندعوا لامي وابي بالرحمه.